السلام عليكم ورحمة الله حبايبي أبطال سينيور 3. النهاردة بإذن الله هنبدأ نتكلم على ليسون 2 أو الحصة التانية بتاعتنا من شابتر 4. طيب المفروض إن أنت الحصة اللي فاتت فهمت يعني إيه جالفانيك سيل، فهمت أصلا أنا بحسب إزاي الإلكتروموتيف فورس بتاعتي، وفهمت الحاجات دي كلها، وفهمت إن الأعلى في الأوكسيديشن بيشتغل كأنود والأقل في الأوكسيديشن بيشتغل ككاثود والكلام ده كله. النهاردة بقى هنبدأ نتكلم على التايب أوف سيل اللي موجودة معانا وأنواع الجالفانيك سيل اللي موجوده وكل سيل بتشتغل ازاي، وهناخد 4 اكزامبل وهناخد حته الكوريجن كمان ايه معانا. صلي على النبي كده، حصه لذيذه ممكن يكون حفظها تقيل سيكا، بس مش هتاخد معاك حاجه برضو لو انت ركزت معايا. ويلا بينا. اول حاجه موجوده معانا الراجل بيقول لك ذا جالفانيك سيل اند برودكشن اوف الكتريك انرجي. احنا اتفقنا الجالفانيك سيل هي اللي بتعمل بريديوس للكرنت، هي اللي بتطلع لحضرتك كهرباء، على عكس الطيب الثاني او النوع الثاني من السيل اللي هو الالكتروليتيك، وده اللي انا باخد منه كهرباء خارجيه. يبقى السيل بتاعتي اتنين، يا جالفانيك بتديني كهرباء، يا الكتروليتيك بتاخد مني ايه كهرباء او بتاخد مني كارنت. احنا النهارده بنتكلم على الجالفانيك سيل، فمعنى كده ان حضرتك دي بتعمل بريديوس لالكتريك كارنت، يعني بتطلع كهرباء. طب هنا الراجل بيقول لك ان الجالفانيك سيل بريديوس الكتريك انرجي ثرو ايه بقى؟ سبونتينيوس اوكسيديشن ريدكشن رياكشن، يعني عن طريق رياكشنات ريدوكس. وطبعا احنا اتفقنا الاكسيديشن دايما بيبقى عباره عن لوزنج للالكترون، وده بيبقى عند الانود. اما الريدكشن فده دايما بيبقى جين للالكترون، وبيبقى عند مين؟ عند الكاثود. عشان كده احنا دايما بنقول ايه بقى في الكيمستري؟ بنقول ان الكاثود دايما كسبان، كاثود كسبان، كاثود كسبان. دايما الكاثود بيحصل له عمليه الريدكشن ويعمل جين لايه؟ للالكترون. طب بيقول لك الجالفانيك سيل اللي موجوده معايا كلاسيفايد اكوردنج 2 تو هاو بروديوس الكتريك انرجي، عن طريق كام نوع؟ 2. اول نوع موجود معايا وبيتقال لك عليه البرايمري سيل، تمام؟ والنوع الثاني هو مين؟ السكندري سيل. طب مستر معلش كده بقى بالراحه، ايه الفرق بين النوع ده وايه الفرق بين النوع ده؟ بص، البرايمري سيل اللي موجوده دي الخلايا البدائيه اللي احنا بدانا نشتغل بيها، اللي هي ممكن تبدا تطلع لك كهرباء. بس في مشكله، ايه هي؟ ان البرايمري سيل دي مش بتتشحن. يعني ايه يا مستر مش بتتشحن؟ يعني دي زي، عارف انت اللي هو الايه، العمود بتاع الجرافيت كده، اللي هو الحجر بتاع الريموت، تمام؟ الحجر ده لما بيخلص حضرتك بترميه وتجيب ايه؟ وتجيب حجر تاني مكانه. حجر الساعه لما بيخلص حضرتك بترميه وتجيب تاني واحد مكانه. فالخلايا دي مش بتتشحن، يبقى البرايمري غير قابل للشحن. طب السكندري سيل اللي موجوده دي الخلايا اللي ايه بقى؟ بتتشحن. زي خلايا مين بقى؟ زي البطاريه بتاعت الموبايل. طبعا بطاريه الموبايل لما بتفصل حضرتك بتيجي تشحنها تاني وبتشتغل عادي جدا. فالخلايا السكندري سيل اللي موجوده بتبدا ان هي تتشحن، اما بالنسبه للبرايمري سيل فهي ما بتتشحنش، بتخلص وتترمي. طب تعالى بقى، اول حاجه الراجل هيبدا يتكلم معاك على اول طيب موجود معانا، وهو مين؟ وهو البرايمري سيل. بيقول لي there are saving energy system in the form of chemical energy، تمام؟ can be converted into electrical energy through spontaneous. ليه spontaneous؟ لان انا عارف ان هي جالفانيك، والجالفانيك دايما بيبقى ايه؟ spontaneous. طب اول كلام ده انا مش فاهمه. بيقول لك ان البطاريه او الحجر مثلا اللي موجود، تعال نتكلم على الحجر بتاع الريموت ده. الحجر ده بيبقى مخزن جوه منه الكتريك، تمام؟ او سوري، بيبقى مخزن جوه منه كيميكال انرجي. في كيميكال انرجي جوه منه متخزنه، لما حضرتك تيجي تحتاجه يبدا يحول الكيميكال انرجي اللي موجوده لالكتريك انرجي ويديك الكرنت اللي انت محتاجه. بس هو مخزن الكيميكال انرجي جوه منه، مخزن الكيميكال انرجي اللي هيحتاجها في عمليات الايه؟ الرياكشن اللي هو سبونتينيوس. طب ليه بقى بيتقال لك عليه اللي هو الريفرسبل؟ ودي اللي سمعت عنها في شابتر 3. يعني ايه الريفرسبل؟ يعني كومبليت. يعني الراجل ده معاه كيميكال انرجي يبدا يحولها لكرنت، يبدا يحولها لالكتريك انرجي. هو رايح يحول كل الكيميكال لالكتريك. طب هل بيرجع تاني؟ لا. عشان كده لما الكيميكال بتخلص بيبقى اداك كل الكهرباء اللي يقدر يديها لك. البطاريه فاضت، الحجر خلص، بيترمى وتجيب واحد تاني مخزن جوه منه كيميكال انرجي تبدا تستخدمها مره تانيه. يبقى تاني، انا بالنسبه لي يعني ايه اصلا الريفرسبل رياكشن؟ يعني رياكشن كومبليت. الرياكشن الكومبليت ده او الريفرسبل رياكشن بتظهر فين؟ في البرايمري سيل.
طب ليه يا مستر بتظهر في البرايمري سيل؟ عشان البرايمري سيل بالنسبه لي رياكشناتها irreversible، رياكشناتها كومبليت، كل الكيميكال بيتحول لالكتريك كارنت، ما بيرجعليش ايه؟ ما بيرجعليش مره ثانيه. فعشان كده بيقول لك ان السيل دي كان بي ريتشارجد، ما بتتشحنش مره ثانيه، بتخلص وتترمي وتجيب سيل مكانها، تخلص وتترمي وتجيب سيل ايه؟ مكانها. بعد كده الراجل بدأ ان هو يتكلم معاك وقال لك بالنسبه للبرايمري سيل ففي مميزات وفي عيوب، في ديسادفانتج ليها وفي ايه؟ ادفانتج اللي هو المميزات، يعني في عيوب وفي مميزات. طب تعالى كده نشوف واحده واحده. اول حاجه بيقول لي they are described as irreversible cell. طب هي ليه دي من الديسادفانتج اللي موجود معانا؟ هقول لك ليه. لان انت لما تشتري بطاريه وتخلص وتترمي وتروح تشتري بطاريه ثانيه وتخلص وتترمي وتروح تشتري بطاريه ثانيه وتخلص وتترمي، فدي مشكله، صح؟ انما لو البطاريه بتتشحن، انت تروح تشتري بطاريه مره واحده بس في حياتك، وبعد كده تشحنها 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 وهكذا. تمام. طيب بيقول لي بقى هي من المشاكل بتاعتها ان هي irreversible cell، يعني كومبليت، يعني بتروح ما بترجعش مره ثانيه، كل الكيميكال بيروح يتحول لالكتريك وما بيرجعليش مره ثانيه. طب ده ديو ايه بقى او بسبب ايه؟ It's so difficult impossible، او بيقول لك ان هي تقريبا مستحيل to be recharged to return its ايه بقى؟ constituent to their initial state. صعب قوي ويكاد نقول مستحيل ان الكيميكال اللي كان موجود في الاول، الكيميكال اللي كان موجود في الاول خلاص حضرتك استهلكته وطلع لك الكتريك كارنت. طب انا عايز ارجع مره ثانيه، قال لك لا ده مستحيل، صعب قوي ان انت ترجع تاني للكيميكال اللي كان موجود، صعب قوي ان انت ترجع تاني لبدايه السيل اللي كانت موجوده، عشان كده السيل ايه؟ ما بتتشحنش، عشان كده البرايمري ما بيتشحنش. طيب البرايمري سيل بريفورمانس ستوب وين ايه بقى؟ بيقول لك بقى تاني عيب معانا زي ما انت شفت كده، برايمري سيل بريفورمانس ايه؟ ستوب، بتقف امتى؟ لما الانود يخلص، لما الجرافيت او الجزء بتاع الانود اللي موجود معاك او الالكترود بتاع الانود يخلص. the anode material is consumed، خلاص the ion of the cathode half cell are ايه بقى المنشد؟ يعني برضو خلص. يبقى لو الانود، طبعا ده احنا قلنا الحصه اللي فاتت ان لو الانود خلص الجالفانيك سيل بتقف، ولو الايون بتاعت الكاثود خلصت الجالفانيك سيل برضو ايه؟ بتقف. يبقى ايه مشاكل البرايمري سيل؟ مشكلتين، اول حاجه ما بتتشحنش، تاني حاجه بتقف لما الانود كالكترود يخلص او الايون بتاعت الكاثود ايه؟ تخلص. طب ايه بقى المميزات بتاعتها؟ قال لك اول حاجه بتبقى موجوده في الدراي فورم، يعني جافه، يعني مش ليكويد، يعني مش ليكويد. طب ايه المشكله في الكلام ده؟ البطاريه لو المواد بتاعتها او الكيميكال سبستانس اللي موجوده جواها ليكويد هتبقى مش احسن حاجه، بسبب ان لو حصل اي تسريب من البطاريه وطلعت حاجات ليكويد فالديفايسز او الاجهزه اللي انت شغال بيها هتبوظ. ليكويد يخش على اي جهاز هيعمل ايه؟ هيبوظه. فبيقول لك من مميزاتها ان هي موجوده في الدراي فورم، تمام، في الحاله الجافه، ماشي، مش موجوده في الليكويد. طب ديو تو ايه بقى؟ يوزد ايزلي ان ذا موبايل ايكويبمنت، او تستخدم في اي حاجه انت محتاجها تكون ديفايسز. اما لو هي موجوده في الليكويد فهتبقى وحشه، لان لو حصل اي تسريب الجهاز بتاعك هيبوظ، مش البطاريه بس. طب ذا برايمري سيل از نون از دراي باتري، عشان كده هي بتتسمى الدراي باتري. يبقى انت لو اتقال لك البرايمري سيل هتقول لي دي الكومبليت الirreversible. طب لو انا جيت قلت لك الدراي باتري هتقول لي برضو irreversible دي كومبليت، لان الدراي باتري اللي موجوده معايا هي ايكويفالنت لايه؟ للبرايمري سيل. يبقى اسمها ايه؟ البرايمري سيل، اسمها التاني الدراي باتري. يبقى هي طالعه بكام؟ طالعه بمنظرين، دراي باتري والبرايمري سيل. طب the cell in the dry form produce a constant potential، وفي نفس الوقت كمان وهي موجوده في الدراي فورم بتعمل لك ايه بقى؟ بتطلع لك بوتنشال ثابت، ودي ميزه كويسه قوي. اشمعنى؟ عارف في بيتكم لما تلاقي النور بيقطع وما تلاقي باباك بيقول لك طفي التلاجة، شيل فيشة التلاجة، شيل فيشة مش عارف ايه، شيل فيشة مش عارف ايه، شيل فيشة مش عارف ايه. طب هي الفكرة في ايه؟ الجهاز ممكن يتحرق. طب انا مش فاهم ليه الجهاز ممكن يتحرق؟ الجهاز متعود على بوتنشال معين. طب اول ما بيبدأ الكهرباء تيجي مرة واحدة ساعات بيبقى الفولت اللي جاي او البوتنشال اللي جاي اكبر من الطبيعي، اكبر من اللي هي ممكن تستحمله، اكبر من اللي هي متعودة عليه، فالجهاز بيتحرق من كمية الفولت اللي داخله. اما بالنسبه للدراي باتري فهو قال لك ان البوتنشال بتاعها كونستانت للونجر تايم.
البطاريه بتفضل شغاله بنفس البوتنشال، يعني الحجر بتاع حضرتك بتاع الريموت يفضل شغال مشغل الريموت مشغل الريموت مشغل الريموت مشغل الريموت، واخد كل وقته مشغل الريموت. يجي في الاخر خالص قبل ما يخلص بحاجات بسيطه قوي يبدا الفولت بتاعه يقل، وانت ما بتاخدش بالك من كده. هو بيفضل مشغل الريموت مشغل الريموت مشغل الريموت مشغل الريموت لغايه ما بيخلص ويترمي. هل البطاريه بتيجي تقول لك لا معلش انا تعبت، انا ما خلصتش بس مش هشغل لك؟ لا، هي بتخلص بتوقف الايه الفولت بتاعها. فعشان كده هي بالنسبه لي بتطلع كونستانت بوتنشال ثابت لوقت ايه؟ لوقت طويل. بتطلع تاني بوتنشال ثابت لوقت طويل. طيب تالت حاجة موجودة معايا، بتقدر تتعمل في أحجام صغيرة. يبقى البرايمري سيل بتتعمل في أحجام صغيرة زي البطارية بتاعت الساعة. تلاقي بطارية قد كده صغيرة، صح؟ بس اسمها إيه؟ بطارية قد كده جواها أنود وكاثود. بطارية قد كده جواها الكيميكال سبستانس اللي بتتحول للإلكتريك كارنت. فمعنى ان البرايمري سيل، او مش معنى ان هي عندها مشاكل ان هي ما عندهاش مميزات، لا هي عندها مميزات. ايه مميزاتها؟ اول حاجه في الدراي فورم. طب تاني حاجه، يبقى اول حاجه اهو دراي باتري. تاني حاجه بتديني كونستانت بوتنشال. طب تالت حاجه موجوده معايا بتبقى عباره عن ايه؟ تقدر تتعمل في السمول سايز او الاحجام الصغيره. يبقى الكلام اللي انا بقوله دلوقتي ده كله بقوله على البرايمري سيل اللي اسمها التاني ايه؟ الدراي باتري. طب تعالى بقى كده واحده واحده، صلي على النبي بقى كده، ركز معايا. بيقول لي انا دلوقتي هبدا ان انا اخد اكزامبل على البرايمري سيل. طب تعالى كده، برايمري سيل يعني المفروض ان احنا زي ما اتفقنا اللي هي ايه؟ اللي هي الدراي سيل بتاعت حضرتك اللي ممكن تتعمل في حجم صغير، اللي بتديك كونستانت بوتنشال للونجر تايم او لوقت طويل. اول نوع موجود معايا بطاريه اسمها الميركوري سيل، ودي البطاريه بتاعت الساعات الصغيره اللي هي البطاريه بتبقى مدوره دي كده اللي بتتحط في الساعه. وتاني حاجه الفيول سيل، والفيول سيل دي بتستخدم فين بقى؟ في الصواريخ اللي بتطلع الفضاء او في الحاجات دي كلها. طب واحده واحده بقى كده عشان نفهم كل بطاريه عامله ازاي. فكره فهمك للبطاريه عبيطه، نفس الكلام اللي فات بالظبط، بس انت تركز مين الانود بتاعها ومين الكاثود بتاعها، لان ده لازم يتحفظ. بيقول لي اول حاجه الميركوري سيل اللي هنبدا نتكلم عليها مانيفاكتشر ان ذا شيب اوف سلندر اور ديسك، تبقى مدوره بالمنظر ده زي ما حضرتك شايف. طب كلوز اند اتس كاركترايزد باي اتس سمول سايز، طبعا حجمها صغير جدا جدا جدا، دي بطاريه الساعه. مين الانود بتاعها ومين الكاثود بتاعها؟ صلي على النبي. اول حاجه لازم حضرتك تبقى عارف ان الانود اللي انا هستخدمه ومين الكاثود اللي انا هستخدمه ومين الالكترولايت اللي انت هتستخدمه. سيبك من الرسمه المعقده دي، تعال نرسم الرسومات اللي احنا متعودين عليها. اروح انا جاي عامل لك كده، ده كده الجهاز بتاع البطاريه اللي هو من بره كده. تعال بقى نخش على التفاصيل. عندك ماده شغاله كانود، وعندك ماده شغاله ككاثود. حلو. المفروض دي جالفانيك يعني بتطلع لك كهرباء، يعني انا لو هوصل الاثنين دول ببعض كده فهوصلهم بفولتميتر عشان اقيس الفولت اللي طالع منهم. ماشي. وطبعا المفروض بيتحط لحضرتك فاصل سيمي بيرمابل بين الاثنين دول. طبعا هي بطاريه قد كده فمش هجيب ايه؟ سولت بريدج، لا انا بستخدم ايه بقى؟ سيمي بيرمابل ممبرين اللي هو البورس لاير اللي بتبقى موجوده في النص. ماشي. انا مطلوب مني دلوقتي اعرف كام حاجه؟ 3 حاجات. مين الماده بتاعه الانود، ومين الماده بتاعه الكاثود، ومين السوليوشن اللي موجود تحت اللي هو بيتقال عليه ايه؟ الالكترولايت. ماشي. مين السوليوشن اللي موجود تحت اللي هو ايه؟ مين الالكترولايت بتاعه. ماشي. مهم تعرفهم، مهم جدا تبقى عارف كل ماده عامله ازاي. قال لك بص، الانود الزنك، والكاثود ميركوريك اوكسايد HgO، والالكترولايت بوتاسيوم هيدروكسيد KOH. ركز تاني، الانود الزنك، والكاثود ميركوري اوكسايد اللي هو مين؟ HgO، والالكترولايت بوتاسيوم هيدروكسيد اللي هو مين؟ KOH. وطبعا لازم نفصل بينهم، فبيقول لك الايزوليتور ميد اوف سيم بورس لاير اهي.
حلو كده. اوف بلاستيك سيبريت بتوين انود وكاثود، ما انا لازم افصل بين الانود والكاثود. طب اللي بيفصل بينهم هما الاثنين ده معمول من ايه؟ معمول من ماده من البلاستيك عشان تفصل بين الاثنين دول ايه عن بعض. بس خلي بالك احنا زي ما اتفقنا هي سيمي بيرمابل، يعني بتسمح بمرور حاجات، فبيقول لك اللوزه ايه بقى؟ ذا ايون تو باسز، بتخلي الايون تقدر ان هي ايه؟ تتحرك. طب تعال نمشي مع البطاريه واحده واحده. الكاثود كسبان جين ريدكشن، ماشي، والانود خسران لوز اوكسيديشن. يبقى دايما الانود دايما خسران اوكسيديشن، والكاثود دايما كسبان ريدكشن. عشان كده الاعلى في الاكسيديشن دايما بيحصل له عمليه اوكسيديشن. ليه؟ ما هو الكبير، هو اللي عنده اوكسيديشن بوتنشال عاليه. فدايما مين اللي بيضحي؟ الصغير ولا الكبير؟ الكبير. فعشان كده الانود دايما بيبقى الاعلى في الاكسيديشن، الحاجه الكبيره هي اللي بتضحي. اما الكاثود الاقل في الاكسيديشن هو الصغير، والكاثود دايما كسبان بيعمل جين، يعني بيعمل عمليه ايه؟ ريدكشن. طب تعالى بقى كده نمشي مع البطاريه واحده واحده كده نشوف الدنيا عامله ازاي. اول حاجه موجوده معايا، يلا، الراجل ده يبدا يحصل له عمليه اوكسيديشن، الحته بتاعت الزنك، فيبدا ينزل لك زنك بوزيتيف 2 زنك بوزيتيف 2 زنك بوزيتيف 2، فعماله تتحول لايون. وطالما عماله تتحول لايون ففي حتت عماله تتاكل، حتت عماله تتاكل، حتت عماله تتاكل، حتت عماله تتاكل، وبتسيب مكانها 2 الكترون و2 الكترون و2 الكترون و2 الكترون. فالجزء بتاع الانود زي ما اتفقنا بيبقى الجزء النيجاتيف. ليه؟ عشان تراكم الالكترونات عليه. الالكترونات لما تبدا تتراكم معايا هنا تبدا تتحرك بالمنظر ده. حلو. لما تبدا تتحرك بالمنظر ده يجي هنا تقف الاثنين الكترون، تيجي هنا تقف الاثنين الكترون، تيجي هنا تقف الاثنين ايه؟ الكترون. فيبدا يحصل للميركوري اللي موجود مع حضرتك عمليه ريدكشن، يبدا يحصل عمليه ريدكشن. ركز بقى معايا. فالميركوريك اوكسيد اللي موجود ده يبدا يحصل له عمليه ريدكشن. فبص كده HgO بلس ريدكشن يعني جين، كسب الاثنين الكترون، بدا يتحول معايا لايه؟ HG ليكويد. HG ايه؟ ليكويد. وخلي بالك عمليه الريدكشن هنا الماس بتاع الكاثود ما بيزيدش زي ما احنا متعودين. ليه؟ لان انت بتكون حاجه ليكويد، فالليكويد بيسقط عندك، ما بيترسبش على الماده اللي موجوده. تاني، ما بيترسبش على الماده اللي موجوده. تاني، تركايه مهمه قوي ما اتذكرتش قبل كده في امتحانات بس ممكن تيجي. طبعا انت عارف الكاثود دايما كسبان، دايما الماس بتاعه بيزيد. هنا لا، هنا بيكون حاجه ليكويد. طب اشمعنى؟ ما هو هنا الميركوري لو حسبت الاكسيديشن بتاعته كانت بوزيتيف 2، عمل جين ل2 الكترون اتحول للميركوري، والميركوري ميتال بس ليكويد، ده احنا نعرفها منين؟ من زمان. فالماس بتاع الكاثود هنا ما بيزيدش زي ما احنا اتفقنا. طيب الميركوري اللي موجود بدا ينزل لحضرتك هنا في السوليوشن ميركوري ليكويد. انا معايا بوتاسيوم هيدروكسيد اللي هو KOH، فده عباره عن K بوزيتيف وعباره عن OH نيجاتيف. طبعا الانايون اللي موجود يبدا يتحرك هنا عشان يعمل نيوتراليزيشن مع الزنك، والكاتايون اللي موجود يبدا يتحرك في الجزء بتاع الكاثود. كاتايون بيروح للكاثود، انايون بيروح لمين؟ للانود. فده شغل البطاريه بتاعتك. طبعا بقى حركه الالكترونات اللي موجوده فوق دي هي اللي بتطلع لحضرتك الكرنت، هي اللي بتطلع لحضرتك ايه؟ الكرنت، هي اللي بتطلع لحضرتك الكهرباء. طب بس بيقول لك خلي بالك البطاريه دي خطر جدا 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 ان انت لما تستخدمها والبطاريه تخلص ترميها او عيل صغير يحطها في بقه. اشمعنى؟ هقول لك انا اشمعنى. مش انت سالتني ازاي؟ تعالى بقى اما اقول لك ازاي. مش في ميركوري بيتكون تحت؟ طب ما الميركوري ده ماده توكسيك سامه، ما ينفعش تتحط في بق عيل صغير. فعشان كده بيقول لك البطاريه دي لما تخلص اتخلص منها بطريقه سيفتي، بطريقه سيف. لازم تخلي بالك وانت بتخلص منها، لان الماده اللي جواها ماده سامه. لما الميركوريك اوكسيد اللي موجود او الميركوري اوكسيد اللي موجود يتحول لميركوري فبيطلع لك ماده ايه؟ توكسيك. فبص بقى،
بيقول لي uses due to its small size used in ايه بقى؟ ايرفونز او الكلوكس او الكاميرا. التوتال رياكشن بتاعها، مش انا هنا الزنك حصل له عمليه اوكسيديشن، يعني كان زنك اتحول، طبعا عمل لوز فتحول لزنك بوزيتيف 2 بلس 2 الكترون. انا عايزك انت بايدك تعرف تكتب الايكويشن، عشان خاطر ربنا عايزك انت بايدك تبدا تكتب الايكويشن. بص بقى كده، انا معايا زد ان حلو بلس، او سوري على طول راح طلع لك ايه؟ زد ان بوزيتيف 2 بلس ال 2 الكترون. تعالى الناحيه الثانيه، انا المفروض ان انا معايا اتش جي او هيبدا يعمل جن للاثنين الكترون ويبدا يطلع لك اتش جي بلس الاو. الاو دي اكتف جدا، مستحيل تبقى موجوده مع نفسها كده، فتروح ماسكه في مين؟ في الايون اللي موجود. طب مين الكاتايون اللي موجود اللي الاو نيجاتيف 2 ينفع تمسك فيه؟ هترجع تمسك في الميركوري، الميركوري ما بقاش كاتايون، الميركوري ما بقاش بوزيتيف اصلا. مين اللي ما زال موجود بوزيتيف؟ الزنك، فالزنك يمسك في الاكسجين، فتلاقي التوتال ايكويشن اهو زد ان بلس اتش جي او. طبعا وانا بجمع الايكويشن لازم اتاكد ان عدد الالكترونات قد بعض. الزد ان يمسك في الاو فيبقى زد ان او بلس الميركوري اللي طلع لوحده، يبقى دي الايكويشن بتاعتك. والايكويشن دي طبعا احنا عارفين ان هي كومبليت، يعني البطاريه دي غير قابله للشحن، البطاريه دي irreversible. فبص التوتال ايكويشن اهو، الزنك حصل له اوكسيديشن اتحول لزنك اوكسايد، الميركوري حصل له ريدكشن او الميركوري اوكسايد حصل له ريدكشن اتحول لمين؟ لميركوري ليكويد. ودي الماده اللي احنا اتفقنا عليها ان هي الماده الايه؟ التوكسيك. وخلي بالك الميركوري ليكويد، فانت اكتبها وزودها عندك. الماس بتاع الكاثود هنا ما بيزيدش. يبقى تاني، مين الانود؟ الزنك. مين الكاثود؟ ميركوري اوكسايد. مين الالكترولايت؟ بوتاسيوم هيدروكسيد. الماس بتاع الكاثود هنا ما بيزيدش. طب ليه يا مستر ما بيزيدش؟ لان انا بكون ماده ليكويد، والماده الليكويد اللي موجوده معايا دي ليكويد، فبتسقط تحت في السوليوشن، بتسقط تحت في البيكر اللي انا راسمه ده، فما بتزودش الماس، ما بتترسبش على الالكترون بتاع مين؟ بتاع الكاثود. ده بالعكس، ده دي الحته دي بتبدا ان هي ايه؟ تتاكل معاك. يبقى تاني الحته دي بتبدا ان هي تتاكل، فممكن كمان اقول لك ان الماس بتاعها بيقل. ماشي دي بس خلي بالك دي اكسبشن في الحته دي. اما كجنرال فالكاثود الماس بتاعه ايه؟ بيزيد. اما كجنرال الكاثود الماس بتاعه ايه؟ بيزيد. طب انا مطلوب مني ايه؟ مطلوب منك تعرف مين الانود اللي هو الزنك، وطبعا الزنك ده اللي هو النيجاتيف. ليه؟ لان الانود نيجاتيف وده اللي بيحصل له اوكسيديشن. ومين الكاثود؟ ده الميركوري اوكسايد اللي هو بوزيتيف، اللي دايما كسبان، اللي دايما بيعمل جين، اللي بيحصل له ريدكشن. مين الالكترولايت؟ بوتاسيوم هيدروكسيد. لازم تتخلص من البطاريه دي بطريقه سيفتي، لان هي بتكون لك التوكسيك من الميركوري. وتعرف التوتال ايكويشن بتاعت حضرتك عامله ازاي، وهي دي التوتال ايكويشن. وهي دي مين؟ التوتال ايكويشن. تاني، مين التوتال ايكويشن؟ اهي هي دي التوتال ايكويشن. مين التوتال ايكويشن؟ اهي. مين التوتال ايكويشن؟ اهي. مين التوتال ايكويشن؟ اهي. تعالى بقى انا اروح رامي لك واحد سؤال يجيبك من شابتر 1 يخليك تلف حوالين نفسك. هي ناقصه؟ هنعمل ايه؟ ما ده وارد الحاجات دي كلها تحصل وتقابلها حضرتك في الامتحان. حضرتك دلوقتي كونت الزنك اوكسايد صح؟ والايكويشن قدامك اهي، الميه تكدب الغطاس. ما تنساش ان الزنك اوكسايد ده كان ليه يوزز في شابتر 1 كوزموتكس، مستحضرات التجميل. فممكن يجي يقول لك هو الماده اللي بتطلع من الرياكشن، الماده اللي بتطلع من رياكشن بطاريه الميركوري ممكن استخدمها في ايه؟ من شابتر 1 كوزموتكس. الزنك ايه؟ الزنك اوكسايد. طب تعالى بعد كده الراجل بيقول لك زي ما مطلوب منك تعرف مين الانود بتاعها ومين الكاثود بتاعها، مطلوب من حضرتك برضو ان انت تعرف الالكتروموتيف فورس بتاعها بكام، ولازم تبقى عارفها 1.35. يبقى الالكتروموتيف فورس او البوتنشال اللي بيطلع من البطاريه دي 1.35، الفولت اللي بيطلع منها 1.35. حفظ؟ طيب، ومطلوب منك برضو تعرف ترسم السيل دياجرام، بس انا مش عايز ابص عليها من هنا، انا عايز اجيبها من الايكويشن. مش دي التوتال ايكويشن؟ ادي اهو مثلا سولت بريدج اللي احنا شغالين بيه، او سوري البوراس ممبرين ده اللي حصل له اوكسيديشن، فكان زنك اتحول لزنك بوزيتيف 2. اما الميركوري كان اتش جي بوزيتيف 2 اتحول ل اتش جي ليكويد.
يبقى ده السيل دياجرام بتاعها اهو، ده السيل دياجرام. هل مطلوب من حضرتك كل سيل دياجرام لبطاريه تحفظه؟ لا، ما انا فاهم اصلا السيل دياجرام بيترسم ازاي، سواء بالبورس او السولت بريدج، قبليه الانود رياكشن اللي هو الاكسيديشن، بعديه الكاثود رياكشن اللي هو مين؟ اللي هو الريدكشن. النوت بيقول لك it should get rid of this battery after using by safe way. لازم تتخلص بطريقه سيف. ليه؟ عشان بيقول لك كونتين ميركوري، والميركوري ده ايه؟ توكسيك او بويزن، يعني ماده سامه، لازم تتخلص بطريقه سيفتي منها. زي ما اتفقنا البطاريه مطلوب من حضرتك تفهم فكرتها عامله ازاي. مين الانود بتاعها؟ الزنك. مين الكاثود بتاعها؟ الميركوري اوكسايد. ماشي؟ تاني، زنك ميركوري اوكسايد، زنك ميركوري اوكسايد، زنك ميركوري اوكسايد. ده مين؟ الميركوري. يبقى الميركوري زنك ميركوري اوكسايد. مين الالكترولايت؟ بوتاسيوم هيدروكسيد. مين الالكترولايت؟ بوتاسيوم هيدروكسيد. يبقى الانود هو الزنك، الانود هو الزنك، الانود هو الزنك، الانود هو الزنك، والكاثود هو الميركوري اوكسيد، والالكترولايت هو البوتاسيوم هيدروكسيد. خلصنا من اول بطاريه. تاني بطاريه موجوده معايا من البرايمري سيل اللي هي غير قابله للشحن، وهي الفيول سيل. طيب بص بقى، اول حاجه حضرتك لازم تبقى فاهمها ان الفيول سيل دي في قصه وشغلانه فيها. طب ايه القصه والشغلانه؟ زي ما حضرتك شايف رسمتها بالظبط كده. احنا عايزين مكان نرسمها فيه، مفيش مكان فاضي، نرسمها هنا. بص، ده شكل البطاريه بتاعت الفيول سيل. ايه ده؟ مش زي البطاريات اللي فاتت؟ لا، وركز معايا كويس قوي. ومن هنا هبدا احط لك عصايه كده، وهبدا احط لك من هنا عصايه كده. ماشي؟ اشمعنى؟ قال لك ما بص، الفيول سيل اللي موجود معايا ده الانود والكاثود بتوعها جاز. الانود بتاعها هو الهيدروجين، والكاثود بتاعها هو الاكسجين. بجد والله؟ اه والله. وانا قايل لك طالما جاز ازاي هوصل فيهم السلك؟ مستحيل. فالحل ان انت تجيب الكترود. لو انت فاكر الالكترودز دي لازم تكون انرت، يبقى لازم الالكترودز اللي موجوده دي تكون انرت الكترود. عندك كام انرت الكترود؟ 2، يا الجرافيت يا البلاتينيوم، وانا هنا هشتغل بالجرافيت. ليه استخدمت الجرافيت هنا مع اني معايا ماده انود وكاثود؟ عشان دول جاز، مش هعرف اوصل فيهم الواير، وابدا اوصل الواير بالجرافيت اللي موجود. تمام؟ وكده كده انا متاكد مليون في الميه ان الراجل ده مش هيحصل له اوكسيديشن ولا هيحصل له ريدكشن، هو مجرد بس كحاجه يتوصل فيها السلك عشان يحصل عنده اوكسيديشن ويحصل عنده ايه؟ الريدكشن. طب كده رسمه البطاريه اللي موجوده. زي ما انت شايف البطاريه دي مفتوحه من هنا، ومفتوحه من هنا، ومفتوحه من هنا، ومفتوحه من هنا. فانت كان بيتقال لك ان البرايمري سيل اقدر اخزن فيها او اقدر اعمل ستور فيها للكيميكال سبستانس. هنا لا. زي ما اللي فاتت كان فيها اكسبشن بتاعت الكاثود الماس بتاعه ما بيزيدش، زي ما هنا في اكسبشن ان انا ما اقدرش اخزن المواد بتاعتها، لان الانود والكاثود بتوعها جاز، والبطاريه الله اكبر مفتحه من كل حته. فلو انت خزنت الجاز فيها هيطلع، لو انت خزنت فيها الجاز ايه؟ هيطلع. دي الفيول سيل اللي احنا بنتكلم عليها. طب تعال، اول حاجه بيقول لك السيل دي manufacture to control the energy produced from hydrogen burning reaction with oxygen. الانود بتاعها والكاثود اكسجين زي ما احنا اتفقنا. and it's characterized to be used in fuel engine، في المحركات بتاعت الوقود. فين بقى؟ في السبيس شيبس او اللانشنج روكيت، في الصواريخ اللي طالعه او السبيس شاتلز او الحاجات دي كلها. ليه؟ لان دي بتاعت الفضاء، دي اللي بيطلعوا بيها فين؟ الفضاء، وهتعرف مميزاتها دلوقتي. حلو. طب انا دلوقتي اقدر اخزن الحاجه بتاعت الانود والكاثود جوه؟ لا. ليه لا؟ اصل البطاريه يا مستر مفتحه من كل حته، والانود والكاثود بتوعها جاز، فلو انت خزنت الجاز عبر ما تطلع للفضاء يكون طار منك. فالحل ان انت بتبقى معاك اسطوانه فيها اكسجين واسطوانه فيها هيدروجين، وكل ما تحتاج وقود تدي شويه هيدروجين وتدي شويه اكسجين،
تديها شويه هيدروجين وتديها شويه اكسجين، تديها شويه هيدروجين وتديها شويه اكسجين. اما لو انا الاسطوانتين دول حطيتهم كلهم جوه البطاريه دي، فاللي هتستخدمه استخدمته خلاص والباقي هيطير مش هيفضل ايه موجود. This battery doesn't store the energy. ايوه دي اللي احنا بنقول عليها، ما بتخزنش المواد بتاعتها. طب ليه؟ like other battery because اهو ما بتخزنش زي الباقي بسبب ايه؟ يبقى الباقي كله بيتخزن، دي لا. It require as a continuous supply with a fuel and continuous remove of product. لازم اول باول تفضل تديها الكلام ده كله. ليه يا مستر؟ اصل كلها مفتوحه، الجازيس هتطير، الجازيس ايه؟ هتطير. خلي بالك دي الايكويشن التوتال اللي هي ايكويشن الميه. 2H2 بلس O2 بيطلع لك ميه وايه؟ وانرجي. دي الايكويشن التوتال بتاعت حضرتك. جت ازاي؟ اصبر هنعرف جت منين، لان في حاجه انود وفي حاجه ايه؟ كاثود. Fuel cell is mainly used in space shuttles and space ships. ده لسه قايلينها دلوقتي. The used gaseous fuel in space ships and space shuttles in the mixture of hydrogen and oxygen gas. ده لسه قايلين الكلام ده دلوقتي. الاستراكشر بقى جسمها عامل ازاي؟ دي انا رسمناها تحت، تعالى بص معايا. This cell is made from two poles. عندها جزئين طبيعي، الانود والكاثود. Each one of them is similar to the hollow container lined by layer of porous carbon. مين البورس كربون اللي موجود ده؟ اللي هو الجرافيت، ما الجرافيت هو الكربون. That connects between the internal room and the electrolyte KOH. ايه ده؟ البرايمري سيل اللي احنا اتكلمنا عليهم دول عندهم نفس الالكترولايت؟ الميركوري KOH، وهنا في الفيول سيل KOH. ايوه برضه الاتنين موجودين نفس الحاجه، يبقى الاتنين نفس الالكترولايت. يبقى البطاريتين اللي ما بيتشحنوش عندهم KOH، بوتاسيوم هيدروكسيد هو الالكترولايت بتاعهم. دي حاجه حلوه تسهل عليك الحفظ. تعالى بقى واحده واحده كده، انت بتبدا تعمل ايه؟ قال لي اول حاجه احنا عرفنا ان انا عندي هنا الالكترولايت بتاعي اللي هو KOH، اللي هو K بوزيتيف OH نيجاتيف. ماشي يا عم. ثم ماذا؟ قال لي بتبدأ لو أنا قلت لك إن ده الأنود وده الكاثود، هتقول لي ما المفروض جاز. ما أنا عارف، بس الجاز ما بيتوصلش بيه أسلاك، فدي مادة الأنود اللي هجيب لها الهيدروجين، وده الكاثود اللي هدخل له الإيه؟ الأكسجين. وهبدأ أمد البطارية من هنا هيدروجين، وأمد البطارية من هنا اكسجين. يحصل له اوكسيديشن، يحصل له ريدكشن. طب يلا بينا. الهيدروجين وهو داخل يا حبيب قلبي يبدا يحصل له ايه؟ قال لك بص، الهيدروجين وهو داخل بالمنظر ده بيحصل له عمليه اوكسيديشن. يعني ايه بيحصل له عمليه اوكسيديشن؟ يعني الاتش اللي موجوده المفروض تتحول لاتش بوزيتيف، صح؟ تعالى نمسحها من هنا نكتبها فوق. يلا 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 يلا، معلش اهي هنا كده. اول حاجه عمليه الاكسيديشن، المفروض الهيدروجين اللي موجود يبدا يتحول ل H بوزيتيف. طب ال H بوزيتيف لما يبدا يتكون معايا هنا ويدخل على الالكترولايت، انت ايه رايك يمسك في مين؟ مستر يمسك في النيجاتيف، يمسك في ال OH. ولما يمسك في ال OH، H و OH يطلع ايه؟ يطلع ميه. طب تعالى، انا معايا 2 مول من الهيدروجين. حلو. الاتنين مول من الهيدروجين دول لما يجوا يتفكوا ل 4 اتش بوزيتيف، يبقى ياخدوا كام او اتش نيجاتيف؟ ياخدوا 4 او اتش نيجاتيف. يبقى اهو الاتنين هيدروجين مع 4 او اتش نيجاتيف يبدا يتحول معاك ل 4 مول من الووتر. وخسر كام الكترون؟ كل اتشيه خسرت واحده. 2 تايمز 2 ب 4، يبقى خسرت 4 الكترون. يبقى خسرت كام؟ 4 الكترون. طب حلو. الكاثود بقى ده الاكسجين. دلوقتي المفروض الاكسجين يبدا يحصل له عمليه ريدكشن. عمليه ريدكشن يعني جين للالكترون، صح؟ يعني المفروض الاو اللي موجوده تبدا تتحول لاو نيجاتيف 2. ما هي دي عمليه جين، ما هي دي عمليه ريدكشن. بس بتتعمل ازاي بقى؟ انا معايا O2 والواحده بتكسب 2 الكترون، يبقى انا محتاج الاربعه اللي طلعوا لي من فوق. ماشي. المفروض يحصل ايه؟ يرجع لك نفس عدد ال OH تاني. اصل الالكترولايت ما بيخلص،
الالكترولايت ما بيخلص، زي ما بتستهلكه زي ما بترجعه، زي ما بتاخده زي ما بترجعه، زي ما بتستهلك الاو اتش نيجاتيف زي ما بترجعه تاني. طب مستر انت مثبت في الحته دي ليه؟ اصل الراجل ممكن يجي يقول لك هنا هو البي اتش بيحصل له ايه؟ فانت تفكر فيها انا بستهلك او اتش نيجاتيف في عمليه الاكسيديشن، يبقى الاو اتش بيقل، يبقى البيزك بيقل والاسيدك بيزيد. بس يا حبيبي، بس يا بابا، بس يا بابا، بس اقعد ساكت يا بابا. ليه؟ الاو اتش اللي بتستهلكه استهلكت من هنا 4 هترجع 4 تاني، استهلكت من هنا 3 هترجع ال3 تاني، فانا استهلكت هنا كام؟ 4 فهرجع ال4 مره تانيه. فانت محتاج تاخد 2H2O 2 مول من الميه، فيبدا يطلع لحضرتك 4 OH نيجاتيف. طلع لحضرتك ايه؟ 4 OH نيجاتيف اللي استهلكتهم من هنا طلعتهم هنا. فلما شطب ده مع ده وده مع ده و2 من هنا مع دول يبقى 2H2 اهو زائد O2 اهي، يطلع لك 2H2O ودي ايكويشن الميه. فلو انت اتلخبطت الايكويشن توتال سهله، دي ايكويشن تحضير مين؟ ايكويشن تحضير الميه. بس في حاجه بقى، بص، اول حاجه حضرتك لازم تبص عليها واحنا شغالين، بدخل من هنا هيدروجين، يعني الفيول اصلا داخل من هنا عندك بالمنظر ده. طب الفكره في ايه بقى؟ بص كده، اتش بوزيتيف بدا يجي هنا فبدا يمسك في الاو اتش زي ما احنا اتفقنا، تمام؟ فيول داخل من هنا والزياده طلع من هنا، اللي انت ما استهلكتهوش او ملوش لازمه طلع من تحت اهو. يبقى الفيول الاكسس طلع من هنا، يبقى هنا طالع الاكسس فيول. اما هنا مش في ووتر فيبر بيتكون، يبدا يخرج من هنا ال H2O فيبر. مهمه. عارف الناس اللي بتبقى موجوده في الفضاء لما بتعطش كده لا قدر الله بياخدوا الميه دي، ما هي دي ووتر فيبر، يعملوا لها كوندنسيشن تتكثف فتتحول ل H2O ليكويد، فيبداوا ان هم يشربوها عادي جدا. ممكن يشربوا الميه دي عادي، تمام؟ يبقى ممكن اعمل للميه دي كوندنسيشن اكثفها واخدها اشربها، اشربها. طب الالكتروموتيف فورس بتاع البطاريه 1.23 فولت، 1.23 فولت، 1.23 فولت. مستر معلش بقى كده عشان انا هتجنن، انت هنا قلت لي البطاريه 1.35 فولت، ماشي، دي بطاريه الساعه، وهنا 1.23، يعني دي 1.35 بطاريه الساعه وبطاريه الصاروخ 1.23. طب ازاي يا مستر اقنعني؟ ولا مش عايزين هبل، ما هو اللانشنج بتاع الروكيت اصلا او ان الصاروخ يطلع هو مش معتمد على الفولت، ده فولت زياده عندهم لو احتاجوه في اي حاجه ككهرباء، انما هما مش محتاجين فولت اصلا، تمام؟ ده الطاقه اللي بتطلع طاقه البيرنينج، طاقه الحرق، انما مش دي، دي طاقه زياده، فمش دي اللي بتطير الصاروخ، عشان انا عارف دماغك مش دي اللي بتطير الصاروخ، ها؟ فدي 1.35 ودي 1.23 عادي جدا مفيش اي مشكله. طب بيقول لي الالكترولايت طبعا زي ما اتفقنا هوت اكوا سوليوشن اوف بوتاسيوم هيدروكسيد اللي هو الKOH، بتستخدم في السبيس شيبس اند السبيس لانشنج روكيت. حاجه تانية بقى مهمه، ودي حصل عليها كوارث قبل كده في امتحان ثانويه عامه. بص يا بابا، ده الاكسيديشن بتاع مين؟ بتاع الهيدروجين. نهار اسود تاني، هو مش الهيدروجين ده احنا خدناه الحصه اللي فاتت بزيرو كاكسيديشن وكريدكشن؟ امال ايه ده يا مستر ده؟ ما هو انا لما خدته كان بزيرو، كنت عمال اكد على حضرتك وعمال اقول لك ده عند الستاندر، يعني عند 25 سيليزيوس، صح كده؟ عند 1 اتموسفيريك بريشر، عند 1 مولر كونسنتريشن. هنا ده صاروخ، ده صاروخ، ده يعني التمبريتشر بتاعت حضرتك عاليه جدا، يعني مش 25، والبريشر ما انت طالع فوق، البريشر عمال يقل مع حضرتك، فالبريشر مش ب1 زي ما احنا اتفقنا، فعشان كده الرقم اتغير. يعني ده مش الستاندر، ده مش شي اللي هو بزيرو، مش الستاندر هيدروجين الكترود، هنا ب 0.83. والمشكله اللي جت قبل كده في الامتحان زي ما قلنا اللي عملت مشاكل، كان الراجل بيقول لك هو الفولت او الاكسيديشن بوتنشال بتاع الهيدروجين في الفيول سيل مقارنة بالاكسيديشن بوتنشال بتاع الزنك بكام؟ او مين اكبر؟ فالناس كلها
طبعا عادي، انا دول لو حتى نسيتهم هفتح ورقه المفاهيم هنا ب 0.83 وبتاعه الزنك بكام؟ ب 0.76، فخلاص ده اعلى. بس للاسف ما ينفعش ان احنا نعمل كده. اشمعنى؟ انت ما ينفعش تقارن حاجه في ظروف بحاجه في ظروف تانية. الحاجات يوم ما بتتقارن في ايه؟ في نفس الظروف. فلو دي الظروف بتاعتها تمبريتشر عاليه والكلام ده كله، فالاكسيديشن بوتنشال بتاعها وصل ل 0.83، الزنك في نفس الظروف هيبقى اعلى. زي ما الزنك في الستاندر كان ب 0.76 والهيدروجين كان اقل بزيرو، ففي الحاله دي 0.83 هتبقى اعلى. تمام كده؟ بتاعت الزنك اعلى منها. ليه؟ زي ما انت غيرت الظروف هنا غير الظروف في الزنك. ما تحكمش على حد في ظروف مختلفه. ما تجيش على واحد قاعد واكل شارب نايم مصروف لبس لعب كل حاجه وتيجي تقول له ذاكر فيذاكر الدرس، وواحد تاني يا عيني متمرمط وشغل وي 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 الكلام ده كله وتقول له ذاكر. فالاتنين بالنسبه لحضرتك ده واحد مرفه وده واحد طالع عين امه. تمام كده؟ فلما اقارن بين الاتنين ما ينفعش احكم على الاتنين. احكم على الاتنين امتى؟ او اقول على ده غبي امتى مثلا وده بيفهم امتى، او ده غبي امتى وده بيفهم امتى، ده ملتزم ده مش ملتزم، لما احط الاتنين في نفس الظروف. فعشان انا اقارن بين الاتنين دول لازم يكونوا الاتنين في نفس الظروف. اما البطاريه دي بتشتغل عند هاي تمبريتشر، ما بتشتغلش عند 25، بتشتغل عند هاي تمبريتشر مش 25. وهنا في سؤال بيجي لك يقول لك هو مين البطاريه اللي بتشتغل معايا عند تمبريتشر عاليه؟ تمام؟ مش عارف هي مكتوبه في البوكلت ولا لا؟ مكتوبه في البوكلت. هاي تمبريتشر اهي. ما علينا. المهم دلوقتي ان انا زي ما بقول لك دي البطاريه دي بتشتغل عند تمبريتشر عاليه، تمبريتشر عاليه جدا. تمام كده؟ ده صاروخ، ده اطلاق الصاروخ، دي النار اللي طالعه من الصاروخ تمبريتشر عاليه جدا مش 25. يبقى مين البطاريه اللي بتشتغل عند تمبريتشر عاليه؟ الفيول سيل. مين البطاريه اللي ما اقدرش اعمل ستورنج للماتيريال بتاعتها او للانود والكاثود بتوعها جواها؟ الفيول سيل. ليه؟ لان هي مفتحه من كل الحتت. طب عايز برضو اجيب السيل دياجرام. الهيدروجين بيحصل له اوكسيديشن، بعد كده سولت بريدج او بورس ممبرين، والاكسجين يحصل له عمليه ايه؟ الريدكشن. فاهم الايكويشن؟ هتجيبها، ودي ايكويشن الميه عادي جدا ما فيهاش اي مشكله. طيب بيقول لي the cell can be consumed like the other galvanic cell. ليه؟ عشان لازم اعمل سبلاي بالفيول على طول اول باول. تمام؟ اول باول. ليه؟ ما اقدرش اعمل ستورنج للطاقه اللي موجوده جواها ككيميكال، لان دول جاز هيطيروا، فالبطاريه مش هتشتغل معاك. اوبريت ات هاي تمبريتشر، بتشتغل عند هاي تمبريتشر. ده مين دي؟ دي الفيول سيل. and produce water vapor can be considered as drinkable water. ممكن يعملوا لها كوندنسيشن ويشربوها عادي جدا. بيقول لك بقى دي شويه اسئله. الفيول سيل والميركوري سيل از كونسيدرد از برايمري جالفانيك سيل. الرياكشن بتاعها كومبليت irreversible، ما بتتشحنش، المواد الكيميكال بتخلص منها. because the oxidation reduction reaction which occur in each of them is spontaneous irreversible reaction complete. Fuel cell or mercury cell is considered as an alkaline cell. ليه اتقال عليها alkaline؟ اصل الاثنين الالكترولايت بتوعها KOH، يعني حاجة بيزك، يعني حاجة الكلاين. فالراجل يجي يقول لك البي اتش بتاعت البطاريتين دول مور ذان 7، لان هي بيزك، وطالما بيز يبقى البي اتش مور ذان كام؟ 7، والبي او اتش ليس ذان 7. شابتر 3 اتربط بدول. طيب بيقول لي ذا الكترولايت يوزد ان ايتش اوف ذيم بوتاسيوم هيدروكسيد. زي الفل يا عم. importance of fuel cell in spaceships. طبعا دي اول حاجه زي ما اتفقنا بتستخدم في اللانشنج بتاع الروكت، تمام، بسبب الهيت او التمبريتشر او الانرجي العاليه اللي بتطلع منها. تاني حاجه ممكن يعملوا كوندنسيشن للميه ويشربوها. الفيول سيل مختلفه عن الجالفانيك سيل في ايه؟ اولا ما اقدرش اعمل ستورنج للماتيريال بتاعتها، للمواد بتاعتها، لان هم جازز والبطاريه مفتوحه من كل حته. فلازم اول باول تبدا تديله الفيول وتسحب الحاجات الاكسس، تديله الفيول وتسحب الحاجات الاكسس، عشان في كده فتحتين من فوق بيدخلوا الهيدروجين والاكسجين، وفتحتين من تحت بيطلعوا الميه الزياده وبيطلعوا الاكسس بتاع الفيول. دي حاجه. الحاجه الثانيه البطاريه دي بتشتغل عند هاي تمبريتشر على عكس بقيه البطاريات، حتى لو مش مكتوبه هنا تبقى عندك البطاريه بتاعت الفيول بتشتغل عند هاي تمبريتشر. طب ده البرايمري سيل خلصنا منه. السكندري سيل بقى قال لك بص these galvanic cells are characterized by reversible
اوكسيديشن ريدكشن. يبقى هنا الرياكشن اللي موجود ريفرسبل، رياكشن انعكاسي. يعني ايه؟ يعني الكيميكال يروح لإلكتريك كارنت والإلكتريك يرجع تاني الكيميكال. يعني البطاريات دي يا مستر اللي بتتشحن زي بطارية التليفون. ايوه تعالى، يبقى السكندري سيل بطارية بتتشحن. سكندري سيل البطاريات اللي ايه؟ بتتشحن. Reaction and storing the electrical energy in the form of chemical energy which can be converted once again electrical energy and can be recharged. بتتشحن تاني. The recharging process of the secondary cell is carried out by passing a direct electric current from an external source. البطارية خلاص كيميكال راح يتحول لإلكتريك واداني كهرباء. البرايمري كان خلصنا خلاص، بتاخد البطاريه ترميها في الزباله، صح كده؟ الثانيه انا ممكن اروح جايب فيشه من بره، جايب شاحن من بره موصله في التليفون، فالبطاريه بتبدا تاخد الكتريك كارنت وتروح ترجع تاني الكيميكال، فتشيل التليفون من على الشاحن فما بقاش معاك كهرباء جايه من بره، فالكيميكال يبدا يرجع تاني للالكتريك كارنت، التليفون فصل فتحطه على الشاحن فتيجي كهرباء من بره، فالالكتريك اللي جاي من بره يتحول لكيميكال تاني، ولف بينا يا دنيا ونفضل رايحين ايه؟ رايحين جايين. طب the recharging process of the secondary cell is carried out by passing direct current زي ما اتفقنا، في سورس من بره بيبدا يديك ايه؟ كهرباء between its electrode in a direction opposite to its direction during the discharging process. عكس العمليه. اصل ايه؟ دلوقتي انود وكاثود، احنا في الكيميكال دلوقتي انود بيحصل له اوكسيديشن وبيتحول لايون، كاثود بيحصل له ريدكشن وبيتحول لاتوم. فانا عايز ارجع تاني، صح؟ فالاتوم اللي موجوده عايزها ترجع تاني ايون، والايون اللي موجوده عايزها ترجع تاني اتوم، فهعكس، فهخلي الماده دي او ماده الانود بدل ما كان بيحصل لها اوكسيديشن يحصل لها ريدكشن، وماده الكاثود بدل ما كان بيحصل لها ريدكشن يحصل لها اوكسيديشن، فهرجع بيهم تاني. ده معناه ايه ده؟ ان ماده الانود اللي بيحصل لها اوكسيديشن في عمليه الديسشارجنج وانت راجع هيحصل لها ريدكشن. لما اجيب لها كهرباء من بره هيحصل لها ريدكشن. مستر ازاي؟ هو مش قلت اللي اعلى في الاكسيديشن بيحصل له اوكسيديشن والاقل في الريدكشن، او في اللي اقل في الاكسيديشن بيحصل له ريدكشن؟ انا قلت كده، بس قلت لك كده فين؟ في الجالفانيك سيل. اما لما انت تبدا تشحن انت ما بقتش بتطلع كهرباء، انت بقيت بتستقبل كهرباء، فبقيت الكتروليتيك سيل، يعني كهرباء من بره هي اللي جايه، فالرياكشن ما بقاش سبونتينيوس تلقائي ان الاعلى يحصل له اوكسيديشن والاقل يحصل له ريدكشن، انت بقيت بمزاجك على حسب توصيلك للكهرباء، فتلاقي ان الماده اللي عايزها يحصل لها اوكسيديشن عادي، واللي عايز يحصل لها ريدكشن عادي، طول ما انت جايب فولت من بره فانت دافع وصارف بقى فبراحتك. يبقى لو انت دلوقتي حضرتك شغال جالفانيك سيل دي سبونتينيوس، الاعلى في الاكسيديشن يحصل له اوكسيديشن والاقل في الاكسيديشن يحصل له ريدكشن. ليه؟ ما انت مذلول، ما هي الجالفانيك هي اللي بتديك كهرباء، اما وانت راجع من عمليه الشحن انت جايب كهرباء من بره، انت صارف ومكلف، انت دافع للبطاريه، انت بتصرف على البطاريه، فاللي عايزه يحصل له اوكسيديشن هو اللي يحصل له اوكسيديشن، واللي عايزه يحصل له ريدكشن هو اللي يحصل له ريدكشن. انت اللي مسيطر، انت اللي كلمتك ماشيه. اما في الجالفانيك لا، هي اللي كلمتها ماشيه، لان هي اللي بتديك ايه؟ كهرباء. يبقى الصرف هو الكرنت، الصرف هو الايه؟ الكرنت. طول ما الجالفانيك هي اللي بتديك كرنت طول ما هي اللي متحكمه، طول ما الجالفانيك هي اللي بتديك كرنت طول ما هي اللي متحكمه. انت هتديها كرنت عشان تخليها الكتروليتيك سيل مش جالفانيك، عشان ترجع تتشحن انت اللي تتحكم، وانت اللي تقول مين يحصل له اوكسيديشن ومين يحصل له ريدكشن. طيب يلا بينا. السكندري سيل طبعا البرايمري كانت الميركوري والفيول، اما بالنسبه للسكندري سيل فهي الليد اسيد باتري بطاريه العربيه، تمام، والليثيوم ايون باتري اللي هي بطاريه التليفونات، بطاريه التليفونات والعربيات الجديده اللي هي التسلا. ماشي انت عربيات التسلا. طب يلا واحده واحده بقى. اول حاجه الليد اسيد باتري دي بطاريه العربيه، يبقى الليد اسيد باتري بطاريه العربيه. مين الانود ومين الكاثود بتاعها؟ بص، مش العربيه وهي ماشيه بتعمل بيب بيب او او، صح كده؟ نفس الفكره بالظبط. الانود بيب بي اللي هو الليد. ايه بيب بيب دي بقى؟ ليد
بيب بيب. او او اللي هو O2، يبقى الانود الليد والكاثود ليد ايه بقى؟ دايوكسيد. يبقى بيب بيب او او. يلا ليد وليد دايوكسيد، بيب بيب او او، بيب بيب او او. دي مين؟ دي الليد اسيد باتري. ماشي. ده الانود وده الكاثود، ده يحصل له اوكسيديشن وده يحصل له ريدكشن. حلو، ده كده جالفانيكا لسه هاخد منها كهرباء. طب يا عم وبعدين نعمل ايه؟ قال لك بص، اول حاجه البطاريه دي مختلفه عن البطاريات التانيه في حاجه. طب معلش يا مستر ايه الاختلاف؟ قال لك بص، البطاريه دي مش واحده بس، يعني مش واحد ليد وواحد ليد دايوكسيد، دي 6. يعني البطاريه دي السيل الواحده واحده ليد وواحده ليد دايوكسيد، انود وكاثود. انما البطاريه على بعض اللي بتبقى في العربيه بتبقى 6 من دول، يعني 6 سيل. يبقى العربيه ايه؟ 6 سيل. العربيه ايه؟ 6 سيل. طيب تعالى احنا بقى نرسم سيل واحده منهم ونشوف الدنيا عامله ازاي. نرسم البطاريه زي ما احنا متفقين ونبدا نشتغل معاها واحده واحده. والناس اللي عندها عربيه ركز معايا عشان ما تتغفلش. تمام؟ انا دلوقتي مش هرسم البطاريه كامله، انا هرسم سيل واحده. المفروض ان البطاريه فيها 6 من دول. ماشي اهو. الانود بتاع حضرتك والكاثود بتاع حضرتك. ماشي يا عم. دي بطاريه بتطلع لي كهرباء، فهبدا اهو فولتميتر عشان اخد منها فولت، ما هي جالفانيك بقى واهو. في حاله الجالفانيك كلمتها المسيطره. مين الانود بتاعها؟ بيب. مين الكاثود بتاعها؟ بيب بيب او او. ادي بيب واحده، يبقى دي البيب الثانيه ومعايا 2 او، الليد دايوكسيد. حلو. دي ماده الانود ودي ماده الكاثود. ماشي يا عم، امين. وبعدين قال لك بتبدا برضو في بورس موجوده معاك، لازم تفصل بين الاتنين دول. حلو. بعرف الانود، بعرف الكاثود، بعرف حاجه تانية اللي هي الالكترولايت، وده اللي هيبقى ال H2SO4 دايليوتد، سلفوريك اسيد ايه؟ دايليوتد مش كونسنتريتد. يبقى البطاريات بتاعت البرايمري كانت بطاريات بيزك، اما السكندري او البطاريه معايا فهي اسيدك عشان جواها ايه؟ اسيد. حلو. يبدا يحصل له اوكسيديشن ويسقط في السوليوشن منك اهو، فيبدا يتحول لليد بوزيتيف 2، وتبدا البطاريه تتاكل وتسيب مكانها الكترونات، فيبقى ده اللي تشارج النيجاتيف وده اللي تشارج البوزيتيف، فتبدا تمشي بالمنظر ده الالكترونات، فتيجي هنا فالليد اللي موجود اللي هو الليد دايوكسيد يبدا يحصل له عمليه ريدكشن. يبدا يحصل له عمليه ايه؟ ريدكشن. طب بص بقى اللي بيحصل ايه؟ انت معاك سلفوريك اسيد، يعني SO4 نيجاتيف 2. فالليد اول ما يتكون ده بوزيتيف يدور على مين؟ على النيجاتيف، يروح يمسك هنا. وده لما يحصل له ريدكشن برضو هو كان ليد بوزيتيف 4، لما احسبه مع الاثنين اكسجين 2 تايمز نيجاتيف 2 يبدا يتحول برضو الليد بوزيتيف 2، فيلاقي مين؟ برضو الاس او 4، فتلاقي هنا برضو ليد بوزيتيف 2 يمسك في الاس او 4. يخرب بيتك، يعني الاثنين بيمسكوا في نفس الماده؟ يعني الاثنين بيعملوا نفس الحاجه؟ هنا بيتكون ليد بوزيتيف 2 وهنا بيتكون ليد برضو ايه؟ بوزيتيف 2. هنا كان بوزيتيف 4 بقى بوزيتيف 2. طب ما هنا الرقم قل، يبقى دي برضو عمليه ريدكشن. وهنا كان 0 بقى بوزيتيف 2، كده الرقم زاد، برضو عمليه ايه؟ اوكسيديشن. تعالى بقى نرجع. اول حاجه الليد اسيد باتري، الليد اكيوميليتور. ماشي. known as car battery، هي بطاريه العربيه due to it's the most suitable kind of battery which are used in car، دي اللي بتستخدم في العربيات. ماشي يا عم. structure consist of 6 cell، 6 خلايا من اللي انا راسمها تحت. تمام؟ يعني 6 انود و6 كاثود. ماشي. are connected in series each of cell produce 2 volt
كل سيل واحده بتطلع 2 فولت، يبقى البطاريه كلها 6 تايمز 2 بتطلع 12 فولت. يبقى البطاريه بتطلع كام فولت؟ 12 فولت. البطاريه بتطلع كام فولت؟ 12 فولت. ماشي. بيقول لك total cell potential of the battery 12 فولت. تمام. plate of lead network which are separated from each other by isolating sheets and all of them are dipped in diluted sulfuric acid. في حاجه بتفصل بينهم زي ما اتفقنا، ولازم بحط مين؟ diluted sulfuric acid. container is made of solid rubber. بص بقى، الكونتينر اللي موجود من بره بتاع البطاريه، اللي هي البطاريه بتاعت العربيه، بتلاقيها بالمنظر ده كده متخزنه، او جواها كده زي حاجه سوليد رابر، ماده موجوده تمام، وماده اورجانيك اسمها البوليستيرين. طب ليه بخزن الماده او السيل دي او البطاريه دي جوه الحاجه دي او جوه البوليستيرين ده؟ قال لك عشان ده اسيد، والاسيد هياكل هيكل الجسم البلاستيك بتاع البطاريه، فعشان امنع ان الاسيد ما ياكلش الهيكل البلاستيك بتاع جسم البطاريه، فانا محتاج ايه؟ انا محتاج ان انا احط ماده زي البوليستيرين عشان تمنع تفاعل الاسيد مع البلاستيك وان البلاستيك يبوظ. which اهو doesn't affected by sulfuric acid. يبقى البوليستيرين ما بيتاثرش بالسلفوريك اسيد. This battery work as a galvanic cell امتى؟ وهي بتديني كهرباء during operation of discharging، وهي بتعمل discharging وبتديني كهرباء. while in case of recharging it is ايه بقى؟ considered as electrolytic cell. بتشتغل كالكتروليتيك سيل لما ابدا انا اشحنها وابدا انا اديها كهرباء، انا اللي هحدد ساعتها. مين الانود؟ ليد. مين الكاثود؟ الليد دايوكسيد، ماشي، اللي هو BbO2. الالكترولايت دايليوتد سلفوريك اسيد، وزي ما اتفقنا بيتفكل ده وبيتفكل ده. حلو. فالايكويشن بتاعت الانود ايه؟ بص، اول ايكويشن بتاعت الانود معاك ليد يحصل له اوكسيديشن يتحول لليد بوزيتيف 2 بلس 2 الكترون. تاني ايكويشن بتاعت الكاثود الليد دايوكسيد ياخد الاثنين الكترون، ماشي، ويبدا يروح يمسك صح عشان يكون لك BbSO4، والليد داي اللي موجوده برضو تكون لك ايه؟ BbSO4. ففي الحالتين انت بتكون نفس البرودكت، في الحالتين انت بتكون ايه؟ نفس البرودكت. تاني في الحالتين انت بتكون ايه؟ نفس البرودكت. تعال ليد اكيوميليتور اور ديسشارج. تمام، ديسشارج يعني انت لسه بتديها او لسه بتديك هي الكهرباء. اول ايكويشن اهو، الليد مع السلفيت يديك ليد داي سلفيت وخسر الاثنين الكترون. الكاثود ليد دايوكسيد مع السلفيت اللي موجود، بس في حاجه بقى، الليد هنا بيخسر كام او؟ 2 او، والاو تقابل مين بقى؟ الاتشات. ما هو انت ما تنساش، ما هي البطاريه فيها اتشات واس او 4. طب الليد ده خد الاس او 4، مين ياخد الاتشات؟ الاوهات. يبقى انت 2 او محتاج لهم كام اتش؟ 4 اتش. محتاج لهم كام اتش؟ 4 اتش. طيب انا بقى دلوقتي عايز اقول لك حاجه حلوه قوي، سيبك من كل العبث ده وتعالى بقى ركز معايا كده واصحى لي عشان تفهمها، لان البطاريات دي للاسف حفظها انت واللي يتشدد لك هتزعله، عشان بس نبقى متفقين، نبقى على نور كده. بص يا عم، ادي البطاريه، عندي ايه؟ عندي انود وعندي كاثود. استنى، يلا يما. طبعا انا برسم سيل واحده مش السته. تاني برسم سيل واحده مش السته. تاني برسم سيل واحده مش السته. ماشي يا عم، امين. اهو. طيب واهو، وهوصلهم الاثنين دول بفولتميتر لان انا لسه في عمليه الدي تشارجنج. ماشي. مين الانود بتاع حضرتك؟ الليد. مين الكاثود بتاع حضرتك؟ ليد دايوكسيد. يبقى دي ماده الانود ودي ماده الكاثود، والكاثود دايما كسبان والانود دايما خسران. يبقى ده الجزء النيجاتيف وده الجزء البوزيتيف. ماشي. هنا هيحصل اوكسيديشن وهنا هيحصل ريدكشن. دايما بقى عشان ما تلخبطش نفسك، فكر فيها كده. ليد دايوكسيد فيه كام او؟ 2.
عشان اساويهم مع الميه، صح كده؟ يبقى انا دلوقتي عشان ابدا اطلع بيهم ميه 2 او عشان تطلع ميه، بص بالراحه، الاتنين او دول اهم 2 او عشان يطلعوا 2 ميه، عشان يبقى في 2 او داخلين و2 او خارجين، لازم يكون معايا 4 اتش، صح؟ وال4 اتش دول موجودين في 2 مول من السلفوريك اسيد، فانا هشتغل هنا ب 2 مول من السلفوريك اسيد. حلو، يعني معايا هنا 4 اتش بوزيتيف ومعايا 2 اس او 4 نيجاتيف 2. ماشي يا عم، امين. ده يبدا يخسر 2 الكترون وينزل يتحول لليد بوزيتيف 2 فيمسك في واحده سلفيت، وده يبدا يعمل جين ل 2 الكترون، ما ده خسر 2 الكترون يبداوا يمشوا لك كده ويجوا لك هنا، فده يكسبهم فيتحول برضو لايه؟ ليد بوزيتيف 2 ويمسك برضو في السلفيت. الراجل خسر الاتنين او بتوعه، فالاتنين او اللي سقطوا منه يجروا يمسكوا في مين؟ في الاتش بوزيتيف عشان يكون لك ميه. تعال نكتب الايكويشن. طبعا الايكويشن اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي دي ايكويشن الديسشارجنج اللي انت لسه بتاخد كرنت، فهيبقى معايا ايه بقى؟ بص، معايا ليد بلس، تمام كده، واحده اس او 4 نيجاتيف 2 عشان يحصل له عمليه اوكسيديشن ويتحول من ليد 0 لليد بوزيتيف 2، يبقى ده يحصل له عمليه اوكسيديشن، يعني دي بتاعت الانود، ويتحول لليد داي سلفيت بلس الاتنين الكترون اللي خسرهم، وما تنساش ان ده وايت برسبتيتها، ده من شابتر 2. طب دي اول واحده بتاعت الانود. طب تعال نكتب بتاعت الكاثود. بتاعت الكاثود معاك ايه بقى؟ معايا ليد دايوكسيد بلس، اخد واحده سلفيت واخد ال4 اتش، ايوه، واخد الاتنين الكترون اللي ده خسرهم، تمام، وبدأ يطلع لحضرتك بعملية ريدكشن اللي هي عند الكاثود، ليد يمسك في السلفيت يطلع لك بي اس او 4 بلس 4 اتش و2 او، يعني 2 ميه 2 اتش 2 او، يبقى دي سيل ودي سيل تاني، تمام، او دي ايكويشن ودي ايكويشن تاني. طب ما دي الاثنين دول انا مضطر ان انا اعمل للاثنين دول سميشن واجمع الاثنين دول مع بعض، يعني المفروض الاثنين دول كده يتجمعوا مع بعض عشان اطلع التوتال ايكويشن. اتفقنا على ايه؟ الحاجه اللي موجوده في البرودكت والرياكتنت بتروح مع بعض. 2 اي 2 الكترون و2 الكترون، في حاجات تانية تروح مع بعض؟ تصدق لا، صح؟ يبقى التوتال سيل بتاعت حضرتك دلوقتي بعد اللي احنا عملناه بقت عامله ازاي؟ جمع ليد اهو بلس ليد دايوكسيد اهو بلس 2 واحده اس او 4 وواحده اس او 4، يبقى 2 اس او 4. في حاجه تانية؟ انت لسه ما في 4 اتش اهم، 4 اتش بوزيتيف اهم الاثنين، صح؟ طيب يطلع لحضرتك ايه؟ بي اس او 4 واحده، بي اس او 4 واحده، يبقى كده يطلع لحضرتك ايه؟ 2 من البي اس او 4 او 2 بي اس او 4 بلس الاثنين ميه، يبقى هنا في 2 اتش 2 او. يبقى دي كده الايكويشن بتاعت حضرتك، يبقى دي كده ايكويشن ايه؟ بتاعت حضرتك بتاعت الليد اسيد باتري. طيب انا كده باخد الكرنت منها، فدي خطوه مين؟ ديسشارجنج. انا لسه باخد منها كهرباء، بعمل بريديوس لالكتريك كارنت. ماشي يا عم، خلينا بقى نمشي واحده واحده كده مع البطاريه دي. انت كان معاك اتشات بوزيتيف كتير راحت، فمعنى كده ان في خطوه الديسشارجنج اهو، يبقى هنا انا هكلمك على الديسشارج. كانت اسيدك، صح؟ كانت اسيدك اتحولت لنيوترال، فمعنى كده ان الاسيديتي بتقل، فمعنى كده ان البي اتش بتزيد.
معنى كده ان البي اتش ايه بتزيد. طب تمام، يبقى وانا بعمل ديسشارجنج الاسيديتي بتقل والبي اتش بتزيد، اسيديتي بتقل والبي اتش ايه بتزيد. طب تمام، ده الملح ولونه وايت برسبتيت. ركز معايا ها، ماشي. هسألك سؤال دلوقتي، الراجل اللي موجود معايا ده، المفروض ان الراجل ده شغال كأنود وحصل له اوكسيديشن. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما انا عايز ارجعه مره تانية، فالمفروض اللي يحصل له اوكسيديشن يحصل له ايه؟ ريدكشن عشان يرجع مره تانية. فحضرتك تبدا تجيب بطاريه من بره، اهو بطاري من بره، توصل النيجاتيف هنا وتوصل البوزيتيف هنا. بجد مش في الجلفانيك، كنت بقول لك جلفانيك ان الانود ان نيجاتيف اما في الالكتروليتيك النيجاتيف في الالكتروليتيك هو الكاثود، فكده الجزء ده بقى كاثود والجزء ده بقى انود. فده بدل ما كان بيحصل له ريدكشن يحصل له اوكسيديشن، لان الانود دايما اوكسيديشن. وده بدل ما كان بيحصل له اوكسيديشن يحصل له ريدكشن. ايه ده اتقلبت بمزاجي، خليت النيجاتيف مع النيجاتيف، وصلت ده بده. وطالما ده بقى الجزء النيجاتيف في عمليه الشحن يبقى النيجاتيف هو الكاثود، يبقى الانود في الجلفانيك نيجاتيف، اما في الالكتروليتيك الانود بوزيتيف اهو. فايه اللي يحصل؟ ترجع مره تانيه. فدي عمليه التشارج، عمليه الشحن. فالملح يبدا يتفك ويرجع لك الليد تاني، ويرجع لك الليد دايوكسيد تاني، والسلفيت والاتش بوزيتيف اللي موجوده مع حضرتك. طب انا راجع كده تاني ازود الاتشات، يبقى الاسيديتي هترجع تزيد في عمليه التشارج، والبي اتش تقل، لان لما الاسيد يزيد البي اتش ايه؟ تقل. ركز، دي مربوطه بشابتر 3 تمام كده. يبقى زي ما اتفقنا بقى هنا اهو كاثود، طبعا الالكترونات تبدا تتحرك معايا بالمنظر ده. فالالكترونات لما تبدا تجي لي هنا فالراجل ده يبدا يحصل له عمليه ايه؟ يبدا يحصل له عمليه الريدكشن، يبدا يحصل له عمليه ريدكشن. فالليد يرجع، او الليد دايسلفيت يرجع للليد تاني، وهكذا ولف بينا يا دنيا. ودي الايكويشن بتاعت حضرتك التوتال، دي الايكويشن ايه؟ التوتال بتاعت حضرتك. طب لو انا عايز ارسم الليد او عايز ارسم السيل دايجرام بتاعها، تعال. طبعا السيل دايجرام ده بتاع التشارجنج، او سوري بتاع الديسي تشارجنج، يعني بتاع الجلفانيك. كان معايا ليد 0 اتحول ليد بوزيتيف 2، معايا مثلا السولت بريدج او البورس ممبرين، واتحولت لايه بقى؟ ليد بوزيتيف 4 اتحول برضو لليد بوزيتيف 2. يبقى خلاص خلصنا منها. ماشي، السيل دي بتطلع لك كام فولت؟ ابروكسيميت 2 فولت، هي 2.01 بس ابروكسيميت كام؟ 2 فولت. بس هي متكونه كونسيست اوف 6 سيل. فالسيل او الباتري كامله اهو، الباتري كامله ايكوال 12 فولت ابروكسيميت. ماشي، انا بقى عايز اقول لك حاجه. حضرتك لو عندك عربيه وبتروح للميكانيكي وتلاقي الميكانيكي طبعا البطاريه عندك بايظه او البطاريه عندك نايمه، تروح للميكانيكي يروح فاتح لك الصندوق وفاتح لك البطاريه ويقول لك بطاريه مملحه والله، شايف الملحه قد ايه؟ بطاريه بص مملحه، البطاريه دي بايظه، البطاريه دي عايزه تتغير. يلا يا متخلف، ما اصلا البطاريه يوم ما هتبدا تشتغل وهي جديده مع الشغل لازم بتكون لك الوايت بيرسبتيت اللي موجود، وبعد كده الوايت بيرسبتيت بحركه العربيه، لان في دينامو طبعا انت واخده في الفيزيكس، الحركه تتحول لكهرباء تشتغل كالكتروليتيك تتشحن فالابيض يرجع تاني.
فطبيعي ان البطاريه تلاقي فيها ايه؟ وايت برسبتيت، طبيعي ان البطاريه يبقى فيها ملح. ما هي البطاريه لو ما بتطلعش ملح يبقى ما بتشتغلش. امتى البطاريه بتبقى محتاجه ان هي تتغير او محتاجه ان هي تتشحن او محتاجه الكلام ده كله هتعرف دلوقتي، بس طبيعي ان انت البطاريه يبقى فيها ملح. يا ابني طبيعي يا ابني، ما هو البطاريه لو ما بتطلعش ملح ما البطاريه مش شغاله. يبقى انت كنت ايه؟ كنت بتتغفل. طب نرجع تاني، كتبنا اهو الايكويشن بتاعت ديسشارجنج، ودي طبعا الايكويشن بتاعت ايه؟ التشارجنج. بص في عمليه التشارج بقى انت المفروض فهمتها، بيقول لك necessary to recharge lead acid battery after using a long time the continuous use of the battery for long time decrease the electric current produce. طبعا الكرنت يبدا يقل، اصل الكرنت الثابت كان بيطلع من البرايمري، دي مش برايمري دي سكندري، الكرنت بيقل 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 لغايه ما يخلص خالص. H2O amount increase، الميه كانت عماله تزيد، عماله اكون في ميه والملح. which decrease the concentration of sulfuric acid، الكونسنتريشن بتاع sulfuric acid عمال يقل، so the acid become weak، فعشان كده الاسيديتي كانت بتقل، فالبي اتش بتزيد. الليد والليد دايوكسيد كونسيومد خلاص بيخلصوا مني، والليد داي سلفيت الملح اللي هو عمال يتكون. بص بقى اسمع دي، the density of the acid battery decreased less than 1.2. بص البطاريه بتاعت حضرتك في الطبيعي ان هي بتبقى 1.3، وكده العربيه جديده البطاريه طازه 100%، لسه البطاريه 100%. البطاريه ممكن توصل معاك لغايه 1.28، برضو البطاريه تمام وكويسه. البطاريه لو قلت عن الرقم ده مصيبه مصيبه، البطاريه لو قلت عن الرقم ده ممكن تفصل منك توقف لك الدنيا. It means that the galvanic cell will be converted into electric cell through inducing non-spontaneous. هعكس بقى oxidation reduction reaction in direction opposite، عكست اللي كان انود بقى كاثود واللي كان كاثود بقى انود. during ايه بقى؟ discharging process تبدا ترجع مره ثانيه اهو، نفس الايكويشن كانت كده تشارجنج تمام كده، او كانت كده discharging كده ايه؟ كده تشارجنج. تعال ايه لازمه الدينامو اللي موجود؟ ما هي العربيه بتمشي، ولما العربيه بتمشي بتعمل كاينيتيك انرجي، والكاينيتيك انرجي بتتحول لالكتريك انرجي، والالكتريك انرجي يشتغل كبطاريه ويشحن البطاريه بتاعه العربيه. عشان كده لو حضرتك عندك عربيه ونسيت النور بتاعها او نسيت اي حاجه في الكهرباء شغاله وسبت العربيه وطلعت نمت، تصحى الصبح تلاقي البطاريه نايمه. طب ليه؟ ما هي البطاريه طول الليل عماله تطلع الكرنت، عماله تطلع كرنت والعربيه ما بتتحركش، عماله تطلع كرنت والعربيه ما بتتحركش عشان تتشحن، فتلاقي البطاريه قعدت تكون الملح 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 وما رجعش مره ثانيه. فعشان كده البطاريه طول او العربيه طول ما هي ماشيه، طول ما هي ايه؟ طول ما هي بتشحن نفسها بنفسها. وقفت العربيه، فتحت الانوار، فتحت الكلام ده كله وسبتها، البطاريه ممكن ايه؟ تنام منك. ده التوتال رياكشن. كار باتري از ريفرسبل سيل، ممكن اروح وارجع because recharging is done by connecting the battery to outside source of electricity، اللي هو الدينامو اللي بيبقى موجود في العربيه اللي هو بيديك ايه؟ كهرباء. whose potential is slightly higher than the potential of the battery. دي مهمه وعايزك تركز فيها. البطاريه بتاعتنا دلوقتي ب 12 فولت، عايز اشحنها، ما ينفعش بأقل منها، ما ينفعش بتسعة، ما ينفعش ب10، ما ينفعش ب5، ما ينفعش ب6. لو جبت فولتات بالمنظر ده دي اللي هتشحنه. الأعلى بيشحن الصغير، طبعا الكبير دايما بيضحي، الكبير دايما بيضحي، الكبير يشحن الصغير، فده اللي هيتشحن مش دي. خلاص يا عم هات لي بطارية 50 بحبحها كده. تعال أقول لك سر، الفولت لو أعلى بكتير، الفولت لو أعلى بكتير البطارية تتحرق. يعني لو انت وصلت ب50 او ب100 وبحبحت كده وفرضت ايدك وقلت عادي يعني مش هفضل شايل تحت البلاطه، البطاريه تتحرق وتروح تشتري بطاريه جديده. عشان تشحنها بتتشحن بحاجه اعلى منها بايه؟ سلايتلي هاير، حاجه بسيطه، يعني مثلا يا عم 13 فولت 14 فولت ده يشحنها. اما هتبحبح لي ايدك وتجيب لي رقم اعلى بكتير بطاريه تتحرق. يبقى لو انا عايز اشحن البطاريه، اي بطاريه مش شرط دي، اي بطاريه مثلا بطاريه الفولت بتاعها 8 فولت، عايز اشحنها هجيب لها 9 10 فولت، انما لو جبت لها اقل من 8 مش هتتشحن، جبت لها 60 70 فولت البطاريه ايه؟ هتتحرق. The reversing of all of the reaction taking place at the electrode which result changing lead disulfate to lead وليد داي اوكسايد مره ثانيه. The concentration بتاع السلفوريك اسيد يرجع مره ثانيه للليفل بتاعه
ليد ستورج سيل از يوزد از جالفانيك سيل والكتروليتيك سيل، بتشتغل الاثنين، مره بتديك كهرباء ومره بتتشحن. طبعا ده السيل دايجرام بتاعها. طب بص بقى، عندي حاجه اسمها هيدروميتر، اسمها فين؟ مش مهم، اهو الهيدروميتر. بص بيقول لي the state of the battery can be identified، حالة البطارية اقدر احددها عن طريق ان انا اقيس الدنستي. مين الجهاز اللي بيقيس الدنستي؟ واخده من سينيور 2 في الفيزيكس، حاجة اسمها الايه؟ الهيدروميتر، حاجة اسمها الهيدروميتر. ده بيقيس اي ليكويد دنستي، فانا هبدأ اقيس الدنستي. ليه؟ ما من شوية انا قلت لك لو الدنستي بتاعتها قلت عن 1.2 البطارية بتبوظ منك، فانا محتاج اعرف دايما مين؟ محتاج دايما اعرف الدنستي بتاعتها. ماشي. when the battery is completely charged، لما البطاريه بتبقى مليانه على اخرها بتبقى تقريبا الدنستي بتاعتها من 1.28 لغايه 1.30. حلو. when the density of the acid is decreased to lower than، لما تقل عن 1.2 البطاريه دي لازم تتشحن. اشحنها يا ابني، اشحن البطاريه هتعطل منك. يبقى لو اقل من 1.2 لازم تتشحن. 1.28 ل 1.30 1.23 1.24 اهي شغاله ماشيه، مش شرط ان انت تشحنها، انما لو قلت عن كده لازم تشحنها ايه؟ ضروري. means that the battery need to be recharged and increasing its acid concentration. The state of car battery can be identified by measuring density of sulfuric acid. يبقى انا بعرف حاله البطاريه عن طريق ان انا اقيس الدنستي. لو الدنستي 1.28 1.30 البطاريه زي الفل. The recharging reaction is non-spontaneous reaction. تمام؟ الرياكشن اللي موجود معاك وانت بتشحن ما بقاش سبونتينيوس، ما بقاش تلقائي، بقت نون سبونتينيوس. انا جبرت حاجه يحصل لها اوكسيديشن وجبرت حاجه يحصل لها ريدكشن بسبب البطاريه اللي جبتها من بره. ماشي. electric source the cell here is an electrolytic cell. طبعا بقت electrolytic وقت الشحن. where the electric energy is used to produce chemical reaction it's known as secondary cell. يبقى دي secondary cell اللي ممكن تبقى reversible وتروح وترجع مره ثانيه. والليد accumulator considered as acidic battery. ليه acidic battery؟ وليه البي اتش بتاعتها في الحاله الطبيعيه للزان؟ بسبب وجود السلفوريك اسيد اللي هو H2SO4. تعالى يبقى تاني، دي البطاريه بتاعت حضرتك، طبعا دي سيل واحده، اما البطاريه كامله متكونه من 6 وفي بوليستيرين من بره عشان يمنع ان الاسيد ياكل البلاستيك بتاع ايه؟ بتاع البطاريه. دي كل حاجه عن البطاريه، كل الرياكشنات بتاعتها، الفكره عامله ازاي، شحنتها ازاي مره ثانيه، جبت سورس من بره وهكذا. ماشي. يبقى اللي جايه اخر بطاريه معانا. طيب اخر بطاريه موجوده معايا كده، انا خدت البرايمري الميركوري والفيول، تمام؟ ومين الانود والكاثود بتوعهم؟ طبعا احنا اتفقنا زنك وميركوري اوكسايد، تمام؟ ده بالنسبه للميركوري سيل. اما بالنسبه للفيول الانود هو الهيدروجين والكاثود هو الاكسجين، في جرافيت هم واقفين ايه؟ واقفين عليه. اما بالنسبه للليد اسيد باتري فاتفقنا بيبقوا اول هو ليد وليد داي اوكسايد. تعالى هنا بقى، دي بطاريه الموبايلات زي ما احنا اتفقنا وبطاريه العربيات اللي هي تسلا. تعالى We use lithium in this battery due to، أول حاجة الليثيوم خفيف جدا كميتال مش هيتقل التليفون. 2 عنده small size، الأيون بتاعته صغيرة. smallest reduction potential، الريدكشن بوتنشال بتاعه عالي، تقريبا الليثيوم ده متربع على عرش الالكتروموتيف سيريز، فعنده اوكسيديشن بوتنشال عالي جدا، فالاكسده بتاعته سريعه. هاي ستورج كاباسيتي، الكاباسيتي بتاعته بتبقى عاليه. It can be recharged، ينفع اشحنه several time، مرات كتيره جدا لسنين، عشان كده بطاريه الموبايلات. الستاندرد ريدكشن بوتنشال بتاع الليثيوم نيجاتيف 0.3.04، يعني من الاخر كده الاكسيديشن بتاعها ب 3 بوزيتيف 3.04 فولت. طب زي الفل. الاستراكشر بتاعها بقى طبعا في انود وفي كاثود. بص الانود اسمع كربون لاير كونتين ليثيوم ميتال كولد ليثيوم جرافيت، يعني LiC6. والكاثود اللي هو البوزيتيف قال لي بص كوبالت دايوكسيد، تمام كده، كونتيننج ليثيوم بوزيتيف كولد ليثيوم كوبالت اوكسيد. يبقى اسم الكاثود ليثيوم كوبالت اوكسيد، والالكترولايت ليثيوم فوسفورس هيكسا فلورايد اللي هو LiBF6. طبعا دي قله ادب. بص انود ليك 6، كاثود ليكوا 2، الكترولايت لب في 6، يبقى الانود ليك 6، كاثود ليكوا 2، تمام كده. الالكترولايت مين؟ لب في 6.
اتس از ايه بقى؟ نون بولار سولفنت. الكومباوند ده اللي هو لب في 6 نون بولار سولفنت doesn't reduce the lithium positive، مش بيعمل له ريدكشن، ونون توكسيك سبستانس اند هاز هاي ثيرمال ستابيليتي، ومستقر مع درجات الحراره عشان لما التليفون يسخن من حراره البطاريه ما تفرقعش في وشك. ماشي. ايزوليتور ميد اوف ثين بورس لاير اوف بلاستيك سيبريت بتوين انود اند كاثود، لازم حاجه تفصل بينهم هما الاثنين. بات ات الو ذا ايون تو باس، بتخلي الايون برضه تتحرك لان هي دايما سيمي بيرمابل ممبرين. عايز افهم بقى، طبعا احنا عشان نفهم لازم نرسم البطاريه بالطريقه المبسطه ونشتغل عليها. ادي البطاريه بتاعت حضرتك، ادي جزء الانود وادي جزء الكاثود. طبعا في الاول خالص هي شغاله جالفانيك بتديني كهرباء، تمام كده. مين الانود بتاعك؟ ليك 6، مين الكاثود بتاعك؟ ليكوا 2 بس هنكتبها COO2. لما يروح له الليثيوم هيبقى ليكوا 2، تمام. في البلاستيك سيبريتر اللي موجود ده، وهبدا احط مين بقى؟ لب في 6 اللي هو مين؟ اللي هو الالكترولايت. طبعا ده الانود يعني ده اللي بيحصل له اوكسيديشن، وده الكاثود يعني ده اللي بيحصل له ايه؟ ريدكشن. اللب في 6 ملهوش اي لازمه غير ان هو سوليوشن، تمام. مش هيتفاعل زي ايه بقى؟ زي الليد اسيد باتري لما السلفيت او السلفوريك اسيد كان بيتفك السلفيت وبروتون ويبداوا يتفاعلوا، هنا ما بيتفاعلش. قال لك هو ما بيتفاعلش، ما يقدرش يعمل للراجل ده بقى ايه؟ عمليه ريدكشن. بص بقى اللي بيحصل واحده واحده. اول حاجه حضرتك لو جيت سالتك على الاكسيديشن بتاع الليثيوم ما تقوليش 6 تايمز نيجاتيف 4 بتاعت الكربون وديها بالاوبوزيت ساين بس السي 6 اللي موجود شكله عامل كده، تمام. كذا واحده بقى منها اهو، حلو. ده شكل السي 6 اللي موجود. السي 6 ده شيال عامل كده وشايل جوه منه الليثيوم، عامل كده وشايل جوه منه ايه؟ الليثيوم. طب ايه اللي يبدا يحصل؟ يبدا الليثيوم يحصل له اوكسيديشن فينزل في السوليوشن ليثيوم بوزيتيف، حلو، ويسيب الكترونات تبدا تتحرك بالمنظر ده والالكترون يجي هنا. شايف الليثيوم ده اخطر خلق الله بتاع مصلحته. الالكترون كان مع هنا، كان مع الانود، فهو مع الانود قاعد جوه الجرافيت، خسر الالكترون جرى على الكاثود، الليثيوم نزل في السوليوشن ما لقاش حد ياخد منه الالكترون، ما هو ده ما بيتفاعلش معاه، ده مش هيديله حاجه. قال لك وليه وجع القلب؟ انا هجري اروح لمين؟ اجري اروح للكاثود، فيبدا يمسك فيه ويطلع لك LiCOO2 ليثيوم كوبالت دايوكسيد اللي هو ده. طب واحده واحده عشان نفهم الدنيا برضو عامله ازاي. ارجع نرسم البطاريه بتاعت حضرتك بالشكل بتاعنا اللي احنا متعودين عليه عشان ما نرجعش نعيط اهو كده، تمام. ولا لا بلاش اللون ده، مش حابب، انا مش حابب اللون ده. ارجع انزل تحت يا عم اهو، حلو. اهم من الشغل ايه؟ تظبيط الشغل، ده اهم من الشغل. اهو الانود واهو الكاثود، ونبدا نلون دي كده. لون محدش بص تحرمش نفسك من حاجه، لون براحتك وارسم البطاريات دي عندك كده في السكتش. خليك طالب محترم لذيذ، عيل نضيف مش معفن، ملخص لنفسك، فاهم الدنيا ماشيه ازاي. حط الجزء البلاستيك اللي موجود في النص اللي هو البورس اللي موجوده دي، تمام. شوف مين ماده الانود اللي هي ليك 6، ماده الكاثود ليكو 2، بس الليثيوم هنشيله دلوقتي. يبقى في الاول احنا شايلين مين؟ شايلين حته الليثيوم. طيب وبعدين قال لك بص، في الاول احنا لسه شغالين كجالفانيك بناخد منها كهرباء، ماشي. وحط الالكترولايت بتاع حضرتك اللي هو ما بيتفاعلش وعنده ثيرمال استابيليتي بيستحمل درجه الحراره، ونقول عليه انه هو مين؟ لب في 6. يبقى اهو ليثيوم فوسفورس هيكسا فلورايد. يبقى مين الانود؟ يبقى هي ايه؟ ليك 6
ليكوا 2 بينهم لب في ايه؟ لب في 6. طبعا ده الانود، وطالما جالفانيك اللي تشارج نيجاتيف، وطبعا ده الكاثود، وطالما جالفانيك فاللي تشارج بوزيتيف. فهنا هيحصل معايا عمليه اوكسيديشن، وهنا هيحصل معايا عمليه ريدكشن. امين. يلا نشوف الدنيا هيحصل فيها ايه. اول حاجه احنا هنشتغل دي سي تشارجنج، لسه هسحب منها انا كهرباء. هنا الشكل عامل ازاي بقى؟ الليك 6 ده اصلا فعليا بص اهو كده شكل سداسي، تمام؟ طبعا هي مش اشكال ثلاثيه بالظبط بس ماشي يعني. احنا ايه نمشيها كده بس عشان نبقى فاهمين الفكره عامله ازاي. اهو اللي موجود هنا الليثيوم 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 الليثيوم، تمام؟ الجزء اللي من بره ده اللي هو ملوش اي 30 لازمه ده الجرافيت اللي هو سي 6. وطبعا احنا اتفقنا الجرافيت او البلاتينيوم ده انرت ما بيشاركش معايا في الرياكشنات. اللي يبدا يحصل بقى ايه؟ واحده واحده كده بقى معايا عشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي. الليثيوم اللي موجود جوه يبدا يحصل له عمليه الاكسيديشن فيتحول لليثيوم بوزيتيف. طبعا بيسيب مكانه هنا الكترون نيجاتيف، يبدا الالكترون يتحرك يروح جاي فين؟ جاي هنا، واقف لك هنا الالكترون. مين دلوقتي اخد الالكترون؟ الست اللي موجوده فوق دي، فتحولت لسي او كوبالت دايوكسيد وعليها الالكترون اللي جالها. مين يرفع عينه كده يلاقي الالكترون اللي خسره الليثيوم يسكت؟ لا، يجري على طول يمسك عشان الالكترون اللي هنا، فتتحول معايا ل LiCO2. تمام تمام. مع الوقت الليثيوم دي خسرتها ودي خسرتها ودي خسرتها ودي خسرتها ودي خسرتها، فالليثيوم بدأ يقل، فالبطارية عمالة تقل، الفولت بتاعها عمال يقل. فاللي يحصل ايه؟ هضطر ان انا اشحنها. طب تعالى واحدة واحدة كده نكتب الايكويشن بتاعتهم من الاول خالص. انا معايا LiC6 ده اللي شغال كأنود، يبقى ده اللي هيحصل له اوكسيديشن ويتحول لليثيوم بوزيتيف بلس السي 6. الايكويشن الثانيه معايا COO2 بلس الالكترون اللي طلع، سوري احنا هنا ما طلعناش الالكترون اللي اتخسر اهو، الالكترون اللي طلع بلس الليثيوم، ما هو ما هيصدق يلاقي الالكترون في حته ينط معاهم كده على طول ويبدا يطلع لحضرتك LiCO2. الحمد لله ويرحمكم الله لا انت وهو. يطلع لي ايه بقى؟ كاثود. يبقى دي كده الكاثود ودي عمليه ايه؟ عمليه الريدكشن. طب حلو قوي الكلام ده. يبقى تاني الليثيوم ده واطيه بتجري على اللي معاه الالكترون بقى هنا تروح هنا، الالكترون هيرجع هنا هتيجي هنا مره تانيه. انا عايز اجمع الاثنين ايكويشن دول، واحنا اتفقنا تجميع الايكويشن العمليه فيه سهله، الكترون مع الكترون، ليثيوم مع ليثيوم، ما اللي موجود في الرياكتنت والبرودكت بيروحوا مع بعض. يبقى اللي اتفضل لحضرتك ان الليثيوم اهو جرافيت اللي هو LiC6 اللي هو ليك 6 بلس COO2 اللي هو الكوبالت دايوكسيد اللي موجود، مفيش حاجه ثانيه. يطلع لحضرتك ايه بقى؟ LiCO2. وطبعا معايا مين زياده؟ معايا السي 6 اللي بقت غلبانه وبقت فاضيه. تمام كده؟ يبقى معايا مين كمان؟ اللي السي 6 اللي موجوده. تمام؟ مش عارف اكتبها فين اهي، مش هتفرق. سي 6. طبعا العمليه اللي انا بكلمك عليها دي عمليه دي سي تشارجنج، يعني حضرتك بتاخد منها كرنت. ماشي.
مع الوقت ده بقى فاضي، اروح جايب بطاريه من بره، اللي كان بيحصل له اوكسيديشن اخليه يحصل له ريدكشن، واللي كان بيحصل له ريدكشن اخليه يحصل له اوكسيديشن. اهي البطاريه كده بقت الكتروليتيك، صح؟ يبقى الجزء ده اتحول لانود، يبقى الانود هنا بوزيتيف، وهنا الكاثود بقى ايه؟ هو النيجاتيف. ما احنا اتفقنا تاني، فعكس البطاريه لو جالفانيك الانود نيجاتيف، لو الكتروليتيك الانود ايه؟ بوزيتيف. ماشي. ايه اللي يبدا يحصل؟ هنا تبدا تبعت الكترونات لده وتخسر من ده الالكترون. الله، يعمل لوز للالكترون ويعمل جل للالكترون، ده خسر وده كسب. مين الواطيه؟ الليثيوم. اول ما تلمح الالكترون جه هنا يلا مع السلامه، وتيجي هنا واطيه ماديه حقيره تجري على اللي معاه الالكترون، جت رجعت لك هنا تبدا تملى الحتت دي تاني من الليثيوم. ليه؟ عشان البطاريه تتشحن. فوانا راجع كده دي عمليه التشارجنج، دي عمليه ايه؟ التشارجنج. الفولت بتاعها تقريبا 3 فولت، بتطلع 3 فولت. تعالى نرجع تاني، يلا بينا. اهو اول ايكويشن، تاني ايكويشن، الالكتروموتيف فورس بتاعها بكام؟ 3 فولت. مستر هي البطاريه بتمشي ب 3 فولت؟ لا يا فالح، ما بتبقاش بطاريه واحده، ممكن اركب لك 200 300 بطاريه عشان انا عارف دماغك. طب تعالى بقى، بتستخدم في ايه؟ في الموبايل فون او اللابتوب او الالكتريك كار، اللي هي البطاريات اللي بتتشحن، تمام، سواء للموبايلات او لللابتوب، او الالكتريك كار اللي هي العربيات الحديثه اللي هي عربيات التسلا. دي كده البطاريه بتاعت حضرتك زي ما انت شايف اهو. في عمليه الدي سي تشارجنج الالكترونات ماشيه كده، في عمليه التشارجنج الالكترونات راجعه تاني. اما بالنسبه للليثيوم اللي موجود في عمليه الدي سي تشارجنج، فبص الدايركشن بتاعه رايح فين؟ رايح للكاثود. رايح لمين؟ للكاثود. وعلى فكره انا مش محتاج اقولها لك، عارف ليه؟ لان الليثيوم ده كاتايون، ففي الحالتين رايح للكاثود. رايح للكاثود، ما هو الكاثود في عمليه ايه؟ في عمليه الدي سي تشارجنج كان هو ده، صح؟ فرايح له كده. فبعد عمليه التشارجنج بقى ده الكاثود، والليثيوم ده كاتايون فيرجع كده. فاي حاجه بوزيتيف بتجري على طول على الكاثود، الحاجه البوزيتيف بتجري على الكاثود، الحاجه البوزيتيف الكاتايون، بص كاتايون بوزيتيف بيجري على الكاثود. طب انا استفدت ايه من الكلام ده؟ استفدت ان تي بوزيتيف تي كلهم شبه ايه؟ كلهم شبه بعض. طب تمام كده، يبقى احنا خلصنا جزء البطاريات، بس ما خلصناش الحصه، هيبقى فيه بارت تاني ينزل لحضرتك بتاع الكروجن. جزء الكروجن سهل جدا، ايكويشن بسيطه، بس انا عايزك تقفل البطاريات، تذاكرها، ترسمها زي ما انا برسمها، وتطلع كل النوتس اللي احنا اتكلمنا عليها، وباذن الله البطاريات تبقى سهله، بس حاول تحفظها بالله عليك، واستنى البارت التاني، ويلا مع السلامه.